مرحبا بكم إخواني في فيديو جديد. سنشاهد معا جميع الملاعب المغربية التي بنيت بأيادي مغربية وتمويلات مغربية في أوقات قياسية. يا سلام، 9 ملاعب ستشارك في كأس إفريقيا 2025. ما زال الخير جاي والمغرب يخدم في صمت دق وسكات. تحية لكم أصدقائي، تفرجوا لآخر الفيديو باش نتفرجوا جميع الملاعب المغربية والتحف الكروية التي بنيت في هذا الوقت الوجيز. يا سلام، هذا ملعب طنجة أصدقائي، أكبر ملعب ابن بطوطة، يهز تقريبا 75,000 فما فوق، وفما تجديدات. شوفوا هذه المنطقة المجاورة لملعب طنجة. خليكم لآخر الفيديو، هذو لقطات ولكن الفيديو أجمل كي تكملوه للآخر. فرجوا أصدقائي وتحية لكم كبيرة. هذا المركب الرياضي بفاس كما شفتوا بعد التجديد. يا سلام، فاس حاكمة العالم، عاصمة الزليج، اللهم بارك. شوفوا الباركينج والمدخل والواجهة كيفاش. يا سلام، شوفوا الإدارة كيفاش، ما شاء الله. هذا ملعب أكادير، ملعب الفريق حسنية أكادير، ملعب الجميل. هذا ملعب مراكش المدينة الحمراء، مراكش مدينتي. تحية الناس الدوديات، مدينة النخيل، مدينة البهجة، مدينة النشاط. شوفوا اللهم بارك، تقريبا يهز 45,000 متفرج. باش تصير التجديدات في ملعب مراكش. شوفوا هذا الملعب الأولمبي بالرباط في افتتاح كأس العالم للسيدات. شوفوا الأجواء كيفاش. يا سلام، يهز تقريبا 22,000 متفرج. ملعب محمد الخامس دونور، ملعب الفريقين الكبيرين الرجاء والوداد. يا سلام، تيفو الرجاء في آخر مباراة. شوفوا يا سلام، مرة أخرى ملعب محمد الخامس. مازلنا في ملعب محمد الخامس، وباش نكملوا في الملاعب الأخرى. نشوفوا الملاعب الأخرى واحدة واحدة، نمشي خطوة خطوة مع بعضنا. شوفوا ناس الدار البيضاء، تحية لكم. كازابلانكا، الوداد بالأحمر والرجاء بالأخضر. شوفوا هذا المحيط، محيط ملعب ابن بطوطة كما تشاهدون أصدقائي. الباركينج، شوفوا الأعمال جارية. تم بناء ملعب ابن بطوطة عام 2011، هو أكبر ملعب يهز 75,000 متفرج. ما شاء الله. ولعبوا فيه أيضا كأس العالم للأندية عام 2022. تم تجديده مؤخرا. هذا الملعب الكروي، الصرح الكروي، الملعب العظيم الجميل. تحية لناس طنجة، ناس طنجة أعز ناس وأحسن ناس، ناس الشمال، تحية لكم كبيرة. شوفوا المحيط، شوفوا المناطق الخضراء والمناطق الترفيهية دائما موجودة في كل المدن المغربية. وسنبدأ مع الملعب، ملعب طنجة كما تشاهدون. هذا المحيط، شوفوا الطرقات والمحيط كم هو جميل. يا سلام، كما تشوفوا الملعب من فوق. نبدأ على بركة الله. هذا في وقت غروب. شوفوا المشهد كم هو جميل. شوفوا الطيارة، شوفوا الطيارة اللي طايرة من هنا، كنشوفوا فيها هيك. لا 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 لا، ما هذا؟ كما يقول عصام الشوالي، شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا سلام،
شوفوا من داخل الملعب كيف يبدو. تم التسقيف بنجاح والإضاءة تم تجريبها، وشاهدوا معنا الإضاءة كيف هي جميلة. يا سلام مع غروب الشمس. يا سلام. لا لا لا، شنو هذا؟ كيفاش عطى الجمالية لمدينة طنجة. صح عليكم ناس طنجة والله. شوفوا الإنارة الجانبية كم هي جميلة. شوفوا فاتوا السرعة العادية متاع الإنجازات. هنا أرقام قياسية، نحكيو على أرقام قياسية أصدقائي في إنجاز هذه المشاريع الكبرى. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ملعب طنجة إنه لجمال. شوفوا في الليل كيفاش الإضاءة تولي. لا ما نصدقش. لا شنو هذا؟ تحية للقناة المحترف ورباط المعرفة وجميع القنوات وستاد تايم اللي خذيت من عندهم الفيديوهات. ان شاء الله تعجبكم الفيديو اصدقائي، وما تنسوش تعملوا لايك. وان شاء الله ديما المغرب في تطور وفي نجاح، والمشاريع الكبرى دائما نسمع بها في المغرب. اللهم لك الحمد على هذه الإنجازات المغربية التي تشرفنا، ونفتخر بأننا مغاربة، وبملكنا الحبيب العزيز، وبشعبنا العظيم، وبكل رجال الدولة من الأمن إلى الولاة إلى السياسيين. كما تشوفوا، شوفوا الألوان، شوفوا الأشكال، اللون الأحمر والأخضر، لون العلم المغربي، اللون الأحمر والأخضر. خليكم معنا لاخر الفيديو. تحية لكم كبيرة جدا. شوفوا المحيط. ملعب البريد بالرباط كما تشوفوا، لون الأحمر والأخضر كذلك. يا سلام. ملعب البريد يهز تقريبا 22,000 متفرج، وإلا 18,000، ما بين 18,000 و 22,000 حسب ما نتفكر. 3 ملاعب في مدينة الرباط، أو بالأحرى 4 ملاعب اللي فيهم ملعب الأولمبي، وملعب مولاي عبد الله، ملعب الرباط، البريد، وملعب مولاي الحسن. كما تشوفوا أصدقائي هذا ملعب مولاي الحسن. يا سلام ما شاء الله. شوفوا الألوان، الإضاءة الخارجية. كما تشوفوا ملعب مولاي الحسن باش يلعبوا فيه الجزائر أصدقائي. كما تشوفوا هذا الملعب الأولمبي لافتتاح كأس العالم للسيدات رقم 17 سنة. وهذا ما شاء الله. كما تشوفوا ملعب مولاي عبد الله، ثاني أكبر ملعب بعد ملعب طنجة، يهز تقريبا 75,000 69,000 إلى 75,000 متفرج. يا سلام. شوفوا ملعب الأولمبي يضيء بجانب ملعب مولاي عبد الله. التحفة الفنية المغربية بعلم المغرب ما شاء الله. تضيء سماء الرباط، وتضيء بألوان المغرب. الله الوطن الملك. ما شاء الله أصدقائي. ما هذا ما هذا ما هذا. اللهم بارك وزد في ذلك. شوفوا مشاهد خلابة أصدقائي
يا سلام. ونختتم هذا الفيديو أصدقائي، ما تنسوش تعملوا لايك بارتاجيو الفيديو، واكتبوا كومنتارياتكم مزيانين، وبيس اند لوف. نتقابلوا في الفيديو الجاي.